إن الله لا يخلف الميعاد. فما هو ذاك الميعاد؟ إن الميعاد يخلف الميثاق. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الله التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فإن كان ميثاقنا مع الله متحققا يكون نصر الله والتمكين متحققا بإذن الله. فالنصر مشروط بإيفاء الميثاق. لقد تقدمنا بحديث الميثاق بحديث إيفاء العهود مع الله في الخطبة الماضية، ونتتابع معكم في هذه الخطبة وفي هذه المناسبة. تكلمنا بالشرط ونتكلم في هذه الخطبة بالمشروط. مشروطنا النصر الموعود، وكان الشرط من الله والميثاق. فإذا كنا ذو عهد وميثاق فسوف نكون بإذن الله ذو نصرة موعودة. كل قلبه مخترق، كل قلبه متأسف على هذه الهزيمة التي تواجهها الأمة الإسلامية. كل في قلبه أحزان وآلام لهذه المناظر، مناظر الهزيمة، مناظر الظلم والبؤس والتباؤس والجوع والسجن والقتل والإعدام وما إلى ذلك. كل في قلبه خرقة، كل في قلبه حرقة، كل في قلبه آلام، ولكن كلكم تحترمون بالنصر، كلكم ترجون وتمنون النصر. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. جاء الحديث بألفاظ مختلفة وبجمل مختلفة وعن أصحاب مختلفين. هذا الحديث مهم جدا جدا جدا، لا لأن الحديث قد ذكر فيه النصر الموعود، لا لهذا الحديث مهتم عندنا، وإنما الحديث المشهور عندكم وفي الألسنة، إنما الحديث مهتم للغاية عندنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصص، أقول لكم وأكرركم، قد خصص وميز طائفة مخصوصة الذين يفوزون بالتمكين والنصر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي تكون منصورة إلى يوم القيامة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا جميع الأمة، لأن الأمة فيه المنافقون، فيه المداهنون، فيه أصحاب الولاء مع الطواغيت، وفيه الظالمون، فيه الفاسقون، وفيهم من لم يحكم بما أنزل الله، وفيهم من نقضوا ميثاق الله. فلم يشتمل وعد الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأمة، إنما قال: طائفة من أمتي منصور إلى يوم القيامة. وصرح في الحديث الآخر من هم الذين يقاتلون في سبيل الله في الشام وفي أكناف الشام، في بيت المقدس وفي أكنافه. إخوة الإيمان والإسلام، لماذا هذا التخصيص في الحديث؟ لأن معظم الأمة هم الذين ينقضون عهد الله سبحانه وتعالى. فما هو الميثاق وما هو العهد؟ تكلمنا في الخطبة الماضية، الكلام ليس بجديد، وأتلو إليكم بعض آيات تظهر عليكم كيفية الميثاق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الكلام عام شامل لجميع الأنبياء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بنصره الموعود. وهناك آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى:
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كل الآية تحتمل ذكر الأنبياء وذكر الرسل، وبكل صراحة قصة موسى عليه السلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى نموذجا لهذه الأمة الإسلامية. وجاء قصة موسى عليه السلام بكل تفصيل وبكل بيان في القرآن الكريم. فقال الله تعالى في موضوع النصر الموعود، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال موسى لقومه بني إسرائيل تطمينا لقلوبهم وإسماعا لهم وعد الله سبحانه وتعالى: إنكم سوف يكونون خلفاء بعد هلاك دأب فرعون. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر فقال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إخوتي الإسلام المسلمون الدعاة والمجاهدون، ما هو المحور وما هو المعيار لهذا النصر العظيم الذي فاز به نبينا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما هو المعيار وما هو الميزان الذي به فاز إبراهيم عليه السلام في برامج دعوته؟ ما هو المعيار وما هو الميزان الذي فاز به نبينا لوط عليه السلام على قومه، وصالح على قومه، وهود على قومه، ونوح على قومه؟ وكذلك التاريخ طويل إلى نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. ما هو الميزان وما هو المعيار؟ القرآن واضح في بيان هذا المعيار. لقد كان المحور الذي دار حوله روح النصر، روح التمكين، روح الغلبة وإظهار هذا الدين. كان المحور إنما الصحف والمصاحف وكتب الله. إن النصر لا تتصرفون به إلا بطريق تصرف به النصر على الأنبياء والآخرون. ما هو المحور؟ كان المحور للنصر كتاب الله زبور الذي فاز به نبينا داود عليه السلام. كان المحور هو التوراة الذي فاز به نبينا موسى. كان المحور الإنجيل الذي فاز به نبينا عيسى عليه السلام في برامج دعوته. ها يا أيها المسلمون، إننا نحن في هذا العصر وفي هذه الأيام لا ننتصر ولم ننتصر في الماضي ولم ننتصر في المستقبل إلا بكتاب الله عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى. فعليكم الاهتمام والاعتناء البالغ لهذا القرآن العظيم، لهذا الكتاب العظيم الذي لا فوز لنا إلا به ولا نجاح لنا إلا به. إن الأمة قادتها وشعوبها، إن الأمة عوامها وخواصها، إن الأمة نساءها ورجالها قد نقضوا عهد القرآن، قد نقضوا ميثاق القرآن، قد دحضوا هذا الميزان، جعلوا الموازين الأخرى، جعلوا المعايير الأخرى، جعلوا الشيء الآخر محاور. وإنما المحور الوحيد للنصر والتمكين، وإنما الميزان الوحيد للنصر والتمكين، وإنما الميزان الوحيد والمعيار الوحيد للنصر والتمكين هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إخوة الإيمان، أنا أحمل أمانة عظيمة من قبل المجاهدين في سبيل الله
والمستضعفين في سجون الطواغيت. وهذه رسالة إليكم طويلة وأنا أقدمها بالاختصار الشديد. هذه رسالة من أحد إخوتنا الأفاضل، رسالة من إخوة أحد القائدين، رسالة من أحد إخوان. هذه رسالة إليكم وأنا مندوب حامل هذه الرسالة إليكم، لأني إذا لم أحمل إليكم هذه الرسالة سأكون من الخائنين. وإنما كاتب هذه الرسالة اسمه مخفي في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب الأمن. كتب الشيخ إليكم عن طريقي، كتب الشيخنا وأخونا الفاضل فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إلى من أحبه في صميم قلبي وهو عندي. ما قال الشيخ قدوة الشبان في العصر الحاضر المحبب إلى جميع العلماء والطلباء. أخي في الله، أولا أشكر الله وأشكر لك رسالتك، فقد اطلعت على أحوال العلماء والطلباء وشباب الأمة، فجزاكم الله أحسن الجزاء. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالإخبار ما لم تزودي. يا حبي في الله، لقد بالغت في مدحي وثنائي فجعلت حسن ظنك كدعاء أخ لأخ، والرجاء من الله عز وجل أن يجعلني متصفا بجميع أوصاف الكمالات التي ذكرتها لي. أحب الصالحين ولست منهم ولعل الله يرزقني صلاحا. يا خليلي في الله، إن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لإظهار دين الحق على جميع الأديان الباطلة، وهذا هو الهدف الأصلي الرئيسي، وهو جزء من أجزاء اسمك. جعلك الله شخصيتك وزادك حسب اسمك، وفك الله نصرك ويوفق فكاك أوصار المسلمين في داخل البلاد وخارجها، آمين. يا مسؤول شباب هذه الأمة، أنا أحبك في الله ومن معهم في حفاظة الإسلام وغيرهم العلماء والطلباء. أحب جميع المسلمين المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله العليا، فك الله ونصرهم ويجزيهم الله الثواب الجزيل. يا محبب القوم، فقد أخبرتني عن أحوال شبان هذه الأمة فبرئت فرحا شديدا لا نهاية له، وأنا مسرور مبسوط ومنتظر لإظهار هذا الدين في قارة الهند. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغرسه في هذا الدين غرسا سيعملهم في طاعته، فأنت وشبان هذه الأمة هذا الغرس، فعليكم أن تسودوا القوم بالعزم والاستقامة. إذا شئت يوما أن تسود عشيرة فبالحلم سد لا بالتصرف والشتم. إذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الراي أن تترددا. اطرح ليت ولعل وسوف ولعل وامضي كالسيف كالبطل. أنت أهديتني بعض النصائح الثمينة فجزاك الله أحسن الجزاء، والله الموفق للعمل. فالرجاء منكم الدعاء للصبر والاستقامة وعدم القنوط من روح الله. هذه هي جزء من الرسالة. فكلمتي إليكم أن تقوموا تجاه إخواننا الأسارى المستضعفين في السجون، أن تقفوا تجاههم بالتعامل إليهم للفكاك عن أثرهم، وأن تقوموا إليهم بالقيام إلى مصالح أهلهم وزوجاتهم وأبنائهم وذرياتهم، وأن تقوموا كذلك بالاستخدام لكل التدابير السياسية والقانونية وغيرها من التدابير. هذه رسالة إليكم وأمانة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا إلا خلصت عنه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميت إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك المختار من تحت أرجلنا. اللهم اغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا لمسؤولنا ولأساتذتنا الذين تقبلتهم في الشهداء من رؤساء حفاظ الإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر للشيخ أحمد الشفيق رحمه الله، واغفر للشيخ جنيد حفظه الباب رحمه الله،
اللهم اغفر وارحم للشيخ نور الإسلام جهادي، اللهم اغفر وارحم الشيخ عبد السلام رحمه الله، واغفر وارحم الشيخ المفتي نور أحمد رحمه الله. اللهم إن كنت تعلم أن في حياة الأستاذ القائد الرئيس الشيخ يحيى إن كان في علمك، اللهم إن كان له عافية إن كان له العافية فعجل له العافية. اللهم نسألك للشيخ الأستاذ تعجيل العافية ودوام العافية وتمام العافية. اللهم إن كان الشيخ كتبت له الأجل فتوفه بيسر وسهولة، وآتنا له نعم البدر يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.